شنو كان الحوار بين السوداني والعائله المسيحيه اللي طب لهم السوداني على غفله؟ والله الشعب العراقي يفرح اهم كل شيء. احنا فرحانين. احنا مهمتنا وواجبنا شلون نخدم الشعب العراقي ونفرحه. اخوي ابو مصطفى الخدمه واقعت لك بس الفرح لا. مطلوب منك تفرحنا رجاء. ففرحنا حتى لو كاس ما طوبه قفزه عداء، فرحنا ابو مصطفى فدوه كيفك؟ وايدي تقاعد زيادة التقاعد من الصندوق التقاعد الضمان الاجتماعي بصندوق التقاعد قريبا راح نزوده هسه شويه. عفوا دولتك هاي كانت نكته مال قريبا راح نزيد الراتب لهذا ضمن مشروع افراح الشعب العراقي. مو على مود شيء حتى نضحك ونفرح احنا هم والله قريبا راح نزيد الراتب. اضحك اضحك. لاف. زين شلون خدمات المنطقه؟ وين كانت وظيفتك؟ قال لك جد جباي عليه والله شلون الشغل؟ هاي الزوليه اشتريتها البارحه اشتغديت هاي وين مزين تترسون مي ارو شو الباب من طبيت تسوي ليش ما تحطوا له جريز الطرمه ليش ما مسلطيها بالمطر تمسح بالماسحه لو تكرفوا بالتنكه هذا التخم تقمه شو دوش بيه بالجديد شنو هاي ترى من قاعد تسوي طفيط مو اني القنفه هاي فناجين القهوه من سامي العبيدي البردات تفصل جاهزه انت ايش قد مواليدك انت ايش قد راتبك انت تخلي جلو سبراي انت بيعصب انت شيرة تجلس الليلي هلعب بين كل البيت طلق فمن دروس هاي السنه ايضا من يجيك السوداني يدق الباب لا تفتحه لان راح يفتح عليك باب